اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. كل عام وأنتم بخير جميعا. النهاردة هنعمل مع بعض ممبار وكرشة. غسلنا الرز بالشكل ده والخضرة وقطعناها بالشكل ده، وهننزل بالتوابل بتاعتنا: معلقة كمون وكزبرة ناشفة وفلفل اسمر، ده شطة، نص معلقة شطة صغيرة اهو بالشكل الحلو ده، والملح، وهنقلب. والتسبيكة بتاعتي فيها كل التوابل يا جماعة، كل انواع التوابل عندي فيها. والممبار بعد ما غسلناه نقعناه بالخل والليمون والملح، كل حاجة اهو بالشكل الحلو ده. والله يا ريت تجربوا طريقتي، مش تندموا ابدا. والتسبيكه بتاعتي اللي انا عملتها معاكم قبل كده اهي جميله وحمرة، بتخلي اللون مفيش بعد كده تاني، وريحتها تجنن اهو بالشكل ده كده. وهنحشي الممبار بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين كده، في كبير وفي صغير، فيه نوع كبير في الممبار وفي نوع صغير. يلا الجزور ادهولنا بالشكل ده كده اهو، ما باخدش اي وقت، سهل وسريع وتعملي كل حاجة اهو بالشكل ده. انا ما عملتش الكمية كلها عشان لقيته كتير اهو بالشكل الحلو ده كده. انا عاملاه كبير عشان بيكش. بعد ما حشيناه معاكم زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، هننزل. انا الاول نزلت بمية سخنة ما فيهاش اي حاجة، عشان اللي يقفل يتقفل، عشان وهو بيتقفل بيطلع رز كتير، فبالتالي بيخلي الحلة تتحرق او الشوربة بتبقى تقيلة ومش لذيذة ابدا. فانا حطيته في مية بتغلي لوحدها، وبعد كده طلعته من المية اللي بتغلي وحطيته في مية فيها ورق لورا وحبهان وقرفة، وفي زي ما حضراتكم شايف طلعته من دي حطيته في دي بقى. ده ورق لورا وحبهان وقرفة وبصلاية وطماطمايه وكل حاجة حطيتها فيه بالشكل ده. شايفين الشوربة رايقة وجميلة. مفيش بعد كده تاني. وده جينا للكرش برضو غسلناها زي ما غسلنا التاني، غسلناه ونقعناه زي ما حضراتكم شايفين كده زي الفل. استوت معانا. وعلى التسبيكة بتاعتنا اللي احنا عاملينها معاكم برضو على اليوتيوب دي عملتها، لا عملتش جديد، نزلت التسبيكة بتاعتي اللي انا عملتها معاكم قبل كده، نزلت فيها فلفل اسمر تاني برضو عشان يديها ريحة حلوة برضو. وبعد ما سلقت الكرشة نزلت بيها في جوه التسبيكة الحلوة دي، يعني كانت ريحة وطعم ما اقولكوش ابدا. بعد ما الممبار استوى معانا بالشكل ده وحمرناه، لو عجبكم الفيديو حطوا لايك وشير، ودمتم في رعاية الله.